من أبن وأسهل وأخف أنواع القريوش اللي خدمتهم في حياتي قريوش الوردة البيضاء بالعجينة البيضاء. راح نديروه بأسهل طريقة، يعني ممتعة جدا جدا. راح نديروه يعني فارغ من الداخل كيما سليلات، تقولي سليلات، نحطو فيه الفواكه الجافة مع المكسرات هكا مع السلين. ما شاء الله، يعني شيعة وشبع. كل واحد تحطي له هاد القريوش في السنيوه قدامه، اول كلمه يقول لك تبارك الله على يديك، ويقول لك يرحم والديك، وهذه هي الكلمه اللي نحوسوا عليها كاملين. اللي ما شافت الفيديو تاعي هذا لاول مره، نقول لها حبيبتي اشتركي لي في القناه وفعلي لي زر الجرس هكذا بيوصلك جديدي، وضربوا طلع على محتوى قناتي. ان شاء الله يعجبوكم فيديوهاتي. ما تنساوش خليوا لي ضغطوا لي على زر الاعجاب، وخليوا لي تعليق طيب مثل قلوبكم الطيبه. وشكرا وبارك الله فيكم. بارك الله في كل واحد ولا واحده تفاعلت مع الفيديوهات تاعي ولا تفاعل مع الفيديوهات تاعي وخلى لي تعليق يشجعني وصر لي خاطري. شكرا وبارك الله فيكم. نبداو على بركه الله. هنا ندير العجينه الاولى، نديرها يعني باقل كيله. انا درتها غير بكيله صغيره. نديرو زوج كيسان تاع 250 مليلتر. المرات اللي فاتوا كنتو تسقسيوني على الكيل، يعني على الكيسان. راني جبت الكاس تاع 250 مليلتر اللي نقولوا عليه الكاس تاع ام وليد، معاه ربع كاس تاع مارغرين. درك نقول لكم علاه نديرو ربع، ما نديروش ربع الا اصبع كيما القريوش الاخر. نديرو معاه مغرف صغيره تاع خل، ربع ملعقه تاع خميره كيميائيه، ملعقه صغيره تاع فانيلا هكا باه يجينا منسم القريوش تاعنا، قطيره تاع لاروم تاع الزبده لاني درتو بالمارغرين هكذا يجينا الذوق تاعو هايل، والذوق هذاك تاع الزبده تاع البقره زائد فيه يجي ما شاء الله. ونلمو بالماء وماء الزهر، ما فيهش خميره الخبز القريوش هذا وما فيهش البيض. نلمو العجينه تاعنا تجينا طريه يعني حاكمه روحها، ونحطوها في كيس بلاستيكي نخلوها ترتاح. نروحوا للعجينه الثانيه، نفس المكونات اللي درناها في العجينه الاولى. زوج كيسان تاع فرينه، 4 كاس تاع مارغرين دايبه وبارده، قطره تاع لاروم تاع الزبده، مغرف صغيره تاع الخل الابيض، رشه تاع الملح، وربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، ملعقه صغيره كامله تاع فانيلا. ونلمو بالماء وماء الزهر. ولكن العجينه هذه راح نزيدو فيها مغرف معمره مليح حراميه تاع ملون تاع العجينه، يعني تاع الحلويات، البودر الابيض، مغرف كبيره معمره مليح. هنايا في العجينه هذه الثانيه راح نسحقوا الماء وماء الزهر اكثر من العجينه الاولى. الملون الابيض هذاك راهو ينشف العجينه، يعني يشرب بزاف كيما الكاكاو، ولهذا راح نسحقوا شويه كميه تاع ماء زايده شويه. نلموا العجينه تاعنا البيضاء نحطوها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح. انا خليتها هنايا ساعه ووليت نفتح فيها. فتحت اول حاجه العجينه العاديه تاعي، حطيتها على جهه وزدت رحت فتحت العجينه البيضاء. درت ملعقه كبيره هرميه بيان بومبي تاع نشا، ودرتها كيما راكم تشوفوا، يعني دردرتها فوق العجينه البيضاء تاعي كامله. حكيتها هكا بيدي باه نتاكد باللي النشا راهو على مستوى كامل العجينه. ومن بعد جبت العجينه العاديه تاع القريوش اللي حليتها المره الاولى، نحلوها على سطح كامل العجينه البيضاء. درك نقول لكم علاه درت العجينه البيضاء من تحت. العجينه البيضاء فيها الملون الابيض هذاك ينحي لها الجلوتين، ينحي للفرينه تاعنا الجلوتين، يعني ينحي لها العلك، ما تبقاش اسيكي كما العجينه العاديه تاع القريوش. ولهذا درتها من تحت. شوفوا لي من الفوق راني نحل فيها هكا بان نحافظ على يعني نفس الحجم تاع العجينه اللي من الفوق واللي من تحت. كنت درت العجينه البيضاء من الفوق ما نقدرش نحلها، راح تتقطع لي مباشره. هنا نروح نورقها. نزيد نجيب مغرف كبيره معمره مليح تاع نشا، ونديرها كيما هكا كيما راكم تشوفوا فوق العجينه العاديه تاع القريوش. يعني انا درت مغرف فوق العجينه البيضاء، زدت فوقها العجينه العاديه تاع القريوش، وزدت فوقها النشا. درك نديرها يعني نورقها الطريقه تاعي تاع القريوش اللي موالفه نورق بها.
ما ندير يعني بالمورسو ونعاود، ولا نورقها كيما العجينة المورقة الكلاسيكية، ولا أنا هذه هي الطريقة تاعي تاع التوريق، ويجيني القريوش تاعي مورق ما شاء الله. دركا كي يطيبوا درك نعتلكم من داخل كيفاه تجيني مرقه ومهويه ما شاء الله، وتجي خفيفه خفيفه. انا واش عجبني في هذا الكريوش انه خفيف، صدقوني ما تجيش فيه يعني هذيك الحروشه ولا خفيف، تجي واحد العجينه خفيفه ما شاء الله. نطلعوا كيما راكم تشوفوا، نطويو بالطيات ورا بعضاهم حتى نتحصلوا على بودان هكا مسطح كيما راكم تشوفوا. نزيدو نجيبو شويه تاع انشا نحطوه من الفوق في المساحه هذه اللي ما فيهاش انشا، ونزيدو نطويوها يمين ويسار ونخليوها ترتاح. انا هنا خليتها ترتاح ساعتين، يعني كان عندي شغل خليتها ساعتين ورجعت ليها. نحطوها في كيس بلاستيكي باه ما تنشفناش. الا كانت سخانه كيما اليامات هادو نحطوها في الفريجيدير باه ما يخرجلناش ليدام. انا هنا بديت نحل فيها. شوفوا هنايا تلاحظوا انه يعني العجينه البيضاء عفوا، العجينه البيضاء راهي تتقطع عنا، يعني قلت لكم باللي ما فيهاش العلك الملون الابيض هذاك كيما لا يعني يخدم خدمه الكاكاو، ينحي العلك من العجينه تاعنا. بصح ماشي مشكل، يعني شويه تقطعت لي من برا شويه، ولكن ما بانتليش يعني كي جيت نقلي فيها ولا جيت نشكل فيها ما بانتليش، جاتني ما شاء الله مرقه، تجي ورقه صفراء ورقه بيضاء من داخل هايله. شوفوا بما راح نقص يا البنات، انا هنايا كنت رققت العجينه تاعي كيما نديروها الكري وشويه لكن رقيقه شويه عليها. انا هنايا راح نقص بلامبورط بياس هذا. شوفوا القطر تاعو 4.5 سنتيمتر. انا اخترت هذا المشرشف، يعني عندي هذا اللي تشوفوا فيه نفس القطر تاعو، ولكن حبيت ندير هذاك المشرشف تجي هكا الحاشيه تاع الوريدات تاعي باهيين. وراح ندير في ليمول هادو تاع التارتولات، راح ندير في المول الكلاسيكي وفي المول العادي. نبداو نقصو بلامبورط بياس، ونقصو دوائر كامله العجينه تاعنا، نقصو دوائر. وتحصلت على الكميه تاع الدوائر اللي تشوفوا فيهم في الصحن هذيك، يعني حطيتهم فوق بعضهم. ما تخافوش العجينه البيضاء هذيك اللي فيها الملون الابيض ما تلصقش، قلت لكم يعني الخدمه تاعو كيما الكاكاو ما يلصقش. حطيتهم فوق بعضهم وطولت شويه يعني وما يلصقش. هاد ملي شيت يا البنات راح نخدم لكم بيهم واحد المعسله، واحد المعسله هايله ما شاء الله. الفيديو الجاي ولا اللي موراه ان شاء الله استناوني، راح تشوفوا يعني واحد الوصفه هايله هايله هايله. الوصفه تاعي يعني بطبيعة الحال ما تلقاوها حتى في قناة. هنايا نبداو نخدمو فيه، نديرو القاعدة يعني نديرو دائرة في الوسط، وش هي نتكاو عليها بالاستعانة ببياض البيض، يعني نتكاو عليها هكا شوية، يعني نقتلو الفيطاج تاعها باه ما تطلعناش، باه تجينا القاعدة غاطسة شوية لتحت. بالاستعانة ببياض البيض نوليو ندورو كما راكم تشوفوا في الصورة، يعني نخدم بشويه خلاص يعني هكا باه ديروا، باه ما حبيتش نسرع، باه تشوفوا يعني الصوره وتشوفوا الطريقه بصوره واضحه. دائما نديروا بياض البيض، قلت لكم العجينه البيضاء راهي تجي ناشفه يعني وتتقطع، لازمنا نديروا بياض البيض باه تلصق لنا مليح في بعضها. نحطوا دائره هكا فوق دائره كيما مروحه داير ساير، ونلصقوها في القاعده بطبيعه الحال. بصح واش هي نحافظوا على الدوائر تاع اللي هي دايرين هذوك، نحافظوا عليهم واقفين، ما نغطسوهمش لداخل، نحافظوا عليهم واقفين. قلت لكم القطر تاع الدائره 4.5 سنتيمتر. هنا اللي تجي تقول لي الخدمه هذه راح تاخذ اليد وتاخذ الوقت، نقول لها حبيبتي ماشي كل شيء ساهل، يعني موالفه ساعات هكا ديروا لي في التعليقات تقولوا لي الوصفه هذه تاخذ اليد.
ماشي كل شيء نخدموه ساهل. انت كي تخدمي حاجه، حاجه اللي يشوفها يقول لك الله يبارك، ولا تخدميها لوليداتك يشوفوها يفرحوا بها، ولا الزوج تاعك يقول الله الله عندي مرة ونص شوفوا واش تخدم واش يخرجوا يديها، ولا ديريها لوالديك تفرحي بهم والديك، ولا تسترزقي بيهم اللي يشوفها يشوفها مرة يزيد يقصدك عشرات المرات، وتدخلي منها رزق وتدخلي منها فايدة، وتفرحي انت وتفرحي وليداتك وتفرحي العائلة تاعك، يعني ما فيهاش ندامة. هنا راني خدمت يعني في المول العادي هذاك، يعني اللي مدرج تاع لي طاغدولات، المول الكلاسيكي اللي نخدمو به من بكري، وخدمت في المول الاملس هذاك اللي ما فيهش التدريجات، وجاوني نفس النتيجة. نعاودو نخدمو نفس الطريقة بالاستعانة ببياض البيض. وين نسوديو ببياض البيض، ما نسوديوش يعني الجوانب تاع الدوائر، نسوديو غير في القاعدة بصح مليح، يعني نحطو كمية مليحة، ونزيدو كي نبداو نقليو فيهم قبل ما نحطو الحبة تاعنا، نزيدو نديرو في القاعدة شوية هكا تاع بياض البيض نفوتوه، ماشي نصبو بياض البيض ومن بعد يطلع عنا كي نعودو نقليوه، ولكن بالاصابع ولا بالبنسو. انا هنايا نخدم غير بالاصبع تاعي، يعني خفيف ظريف هكذا ليه ليه. وشوفوا هذه هي النتيجة كما راكم تشوفوا. احنا نروحوا باه نقليوهم، نقليوهم في زيت متوسط الحرارة، وبمجرد ما نحطوهم هكذا يبداو يتنفخوا. شوفوا يا البنات، يبداو هذوك الدوائر يتنفخوا. بصح انايا هنايا يعني كاينين حبيبات اللي ما ضغطتش على القاعده تاعهم، قلت لكم على الاول كي نبداو نشكلوا نضغطوا مليح على القاعده باه ما تطلع لناش، باه نقتلوا لها الفيطاج تاعها. شوفوا كيما هذه طلعت لي، حبيت نعت لكم هذه اكسبري اللي تحب ديروا باه ما توقعش في الغلطه. شوفوا هذه اللي طلعت لي يعني الفيطاج تاعها بالاستعانه بهذا اللي نديروا به العسل ولا اي حاجه، يعني نمركزوها في الوسط، يعني نديروها في الوسط باه تهبط لنا وتاخد لنا الشكل اللي حابينه حنايا، يعني تجي غاطسه هكا في الوسط كيما راكم تشوفوا، باه نعمروها بالمكسرات وبالفواكه الجافه، كل وحده كيفاه واش تحب ديرها. شوفوا يا البنات الشكل ما شاء الله تجي تهبل، صدقوني تهبل. انا الكاليتي ديماج تاع التليفون تاعي راهي ماهيش مليحه، حتى نبدلو باذن الله الشكل هايل. شوفوا هادو الدوائر يعني اللي بقاو لي قليتهم برك هكاك، ما جاونيش ورده، قليتهم هكاك. شوفوا كيف يجي من داخل الفيطاج، تجي ورقه صفراء ورقه بيضاء، ورقه صفراء ورقه بيضاء، يهبل صدقوني خفيف. انا واش عجبني يعني كي درت العجينه هذه البيضاء، القريوش خفيف، يجي خفيف وما يتشبعش. انا وليداتي يعني هبلوا عليه. هنايا نعسلوه في البلاطو ولا في السنيوه ولا في اي حاجه هكا، نعسلوه غير بالمغيرفه يشرب العسل على الكيف، مع فيه الخل يخليه يشرب العسل. نعسلوه، ومن جهه اخرى كنت درت يعني مغيرفه تاع الجلوكوز مع شويه تاع عسل، درت فيهم شويه تاع مكسرات الجود بالموجود، المكسرات اللي كاينين عندي، وعمرت بهم السليلات هذوك، يعني عمرت بهم الوردات من داخل، وجات يهبلوا، يعني اللي يشوفهم كي حطيتهم يعني في القهيوه اللي يشوفهم يقول لي ما شاء الله. نتمنى يا ربي الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش اضغطوا لي على زر الاعجاب، وخليوا لي تعليق طيب من قلوبكم الطيبه، ونتمنى يا ربي تجربوها الوصفه تاع نهار اليوم. هذه هي النتيجة تاعي تاع الوصفة تاع نهار اليوم، في فيديو جاي بإذن الله. مع السلامة.